ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده جاي اتكلم معاكم شويه وادردش معاكم كده عن ماتش الاهلي. نتكلم عن شويه تفاصيل فيه كده، وقد ايه النهارده الاهلي كان بيلعب كوره حلوه، وهل بقى الاهلي كان بيلعب كوره حلوه عشان الفريق اللي قدامه كان ضعيف، او ما كانش واقف على حلو، او ايا كان بقى، ولا كان بسبب ان الاهلي بيلعب كوره حلوه عامه. هنتكلم شويه عن التفاصيل دي، وعندنا كمان موضوع تاني مهم، وهو تصريحات رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. هنتكلم عليها وهنقول رأينا فيها، وأتمنى برضه أسمع رأيكم فيها إن شاء الله بعد نهاية الفيديو. أول حاجة كده خلينا نتكلم عن إن الأهلي مغيرش أي حاجة عن الماتش اللي فات. كل اللي عمله هو لعب برضه 4-2-3-1 أو 4-3-3 على حسب هو كان بيلعبها بقى ازاي، بس أنا أعتقد إن هي كانت 4-3-3. وأوقات في سير الماتش بتتغير ل4-2-3-1. آه كل اللي عمله اصلا هي نفس الخطه اللي بتاعت الماتش اللي فات، وبس كل اللي عمله الاهلي ان هو غير بس الباك اليمين محمد هاني ريحه وحط مكانه كناريا. والراجل برضو بسم الله ما شاء الله، كناريا حابب اقول عليه ان هو الراجل واقف على حيله، مش يعني مش نازل خايف، ولا آه، البدني بتاعه واقع ولا اي حاجه، لا بالعكس الراجل واقف على حيله ومأدي ماتش حلو جدا لحد تقريبا لحد الاخر، لحد ما خرج. الراجل ما شاء الله عليه يعني. وطبعا هو ريح الجون برضو، بس يعني هو غير الشناوي بس بالراجل اللي هو علي لطفي. فبجد شابوه لكولر في الحته دي نقطه، ان هو بيعمل روتيشن للعيبه، والدليل على كده في اخر الماتش من اول الدقيقه 70 لما بدا يعمل تغييرات. هو اصلا برضو كان مريح بيرستاو. فالراجل بيعمل الروتيشن بتاعه، حاجات كده بسيطه بيبدا يعملها في مواعيد معينه، يعني اهو منها بيعمل روتيشن وبيشوف الفريق كله. النهارده برضو ماتش خلاص يعتبر خلصان 2-0 في اخر دقايق، والفرقه اللي قدامك ما بتعملش اي حاجه، ولا بتهاجمك ولا ليها اي انياب قدامك. الراجل يبدا ينزل الناس اللي هي الجديده، اللي هو كريستو والقندوسي والناس دي كلها. فالراجل بيلعب بيأدي اداء قصدي حلو مع الاهلي جدا. فلا بالعكس، راجل كويس جدا. فكره كمان بيلعب السهل ممتنع جدا، حتى كورته باينه مع اللعيبه ان اللعيبه بتلعب السهله، مفيش فزلكه كتيره. في شويه من عبد القادر فزلكه كده، والفينش بتاعه سيء جدا النهارده، بس يعني المجمل بتاع الفرقه لا السهل. طبعا الاهلي كان بيلعب بيجي حاجتين، يعني هو الاهلي كان يعتمد قدام الفرقه عامه على حاجتين، أو منهم اول حاجه سرعه اللعيبه بتاعت نادي الاهلي، الفراوده اللي عنده. تاني حاجه ان اللعيبه اللي عندك تحت السردباكات منهم طبعا محمد عبد المنعم، الراجل برضو واقف على حلو قوي هو ورامي ربيعه. ولازم هنا بدي شكر للراجل المعد البدني هناك بتاع الاحمال، لان الراجل ما شاء الله عليه واضح ان شغله باين جدا مع النادي. لعيبه الاهلي واقفه على رجليها كلها بلا استثناء، بسم الله ما شاء الله. علي معلول راجل حاجه و30 سنه، رايح جاي رايح جاي فاتح سبرنتات. يمكن تعب شويه في اخر الماتش، وده بسبب المجهود وده بسبب السن برضه، عامل السن معاه. بس لا بالعكس الفرقه واقفه على حيلها توتال. لا سرعات، الدليل على كده الجون الاخير في الدقيقه حاجه و90، اللعيبه ضربه سبرنت من نص الملعب. مش بتكلم على الراجل اللي هو خد الكوره اللي هو بيرستاو اللي لسه نازل، لا بس بتكلم على الناس اللي جايه من ورا كلها جايه ضربه سبرنتات. هو الراجل بقى عمل ايه؟ كل الفكره قال لك انا هاجي اعمل حاجه واحده، انا هجمع لعب وهلعب الطويله لكهربا ده في اول الماتش. وهو برضو ما بين الباكات بقى هو اسرع اصلا من الاربع باكات بتوع غزل المحله، والراجل اللي نزل اللي هو محمد شريف اسرع منهم. فبالطبيعي كده ايه، هلعب على الكره دي، يا اما هجمع لعب برضو وانقل على ايه، يعني هجمع لعب في مثلا في اليمين وهنقل على طول على الشمال عند حسين الشحات، او الناحيه التانية وكذلك عند عبد القادر. ده كده حل. وكان عنده الحل التاني ان هو بيبدأ يعني يزق عنده كده الفراودة بتاعت غزل المحلة، وبينزل ما بينهم في النص واحد من الثلاثة اللي كانوا موجودين في نص الملعب عامة، منهم أو أكترهم اللي كان بينزل يستلم هو مروان. بجد لازم أقول فعلا إن أنا كراجل زملكاوي بقولها، احنا خسرنا الراجل ده بجد كورته عالية قوي، بسم الله ما شاء الله. واقف على حيله 90 دقيقة، بسم الله ما شاء الله. تركيزه اعتقد ما راحش حتى ثانية في الماتش. كورته حلوة، بيسلم ويستلم صح، بيروح يساعد في الهجوم وبيرجع يدافع. انا بسم الله ما شاء الله بشوفه بيشوط كورة بيرجع بعديها على طول يروح يساند ورا في الديفنس. فهي دي كانت الفكرة، ان الراجل ده كان بينزل، هو
هو وعمرو السولية كانوا اكتر اتنين اللي كانوا بيستلموا، بس عامة كان مروان اكتر بينزل ياخد من الباكات ويطلع للي قدام بقى، سواء بقى المرة لحسين مرة لعبد القادر او بيلعب مع عمرو وحمدي فتحي. طبعا هو بنسبة 95% حمدي فتحي كان دايما ثابت ورا مع الاتنين او التلاتة اللي بيفضلوا، لان دايما الاهلي كان مطير الباكات بتاعته في الشوط الاول، وهو الشوط التاني برضه كان مطير الباكات، بس يمكن الشوط التاني كناريا ما زادش كتير، بالعكس هو اللي كان معلول هو اللي كان طاير دايما. بس في الشوط الاول هو كان دايما بيثبت حمدي فتحي، والشوط التاني كذلك حمدي فتحي هو اللي كان ثابت ورا ومطير الاتنين اللي هم بتوع نص الملعب بيزيدوا مع الفراوده بتاعه النادي الاهلي. طبعا فرق بقى كواليتي باين جدا ما بين لعيبه الاهلي ولاعيبه غزل المحله، مع السرعات قدرت تحسم الماتش مع غلطه من باك هي فتحت الماتش كده كده. بس ده ما يقولش ان الاهلي كان وحش، لا بالعكس. فهنا بقى نرجع للسؤال بتاعنا، هو هل الاهلي حلو ولا عشان الفرقه اللي قدامه ضعيفه؟ هقول لك الاجابتين. ان الاهلي النهارده قدم كوره، قدم مستوى، الماتش اتفتح معاه بدري بدري من الجون اللي جه، لان الفرقه اللي قدامه خلاص واحد زي اتنين زي تلاته. مع ان عايز اقول لك برضو ان الفرقه بعد ما دخل فيها الجون الاولاني فضلت في الاول لحد نهايه الشوط الاول بتحافظ، مش عايزه تطلع، مش عايزه تطلع خالص، غير بقى ايه لما بدا الشوط التاني بدات تفتح وعايزه بقى ايه تجيب اجوان او تحاول تعادل، يعني تعادل النتيجه. الغلطه التانيه او مش الغلطه، هو الراجل كان خلاص 2-0 وكان عايز يحاول يلحق اي حاجه في الماتش، فسحب الراجل بتاع الباك اللي عنده بتاع غزل المحله ونزل مكانه فيرود اللي هو اجويرو ده. فهنا بقى الاهلي لعب على الفكره اللي هو ايه الكونتر اتاك، انا عندي الثلاثه اللي قدام لسه نازلين، الثلاثه اصلا صراع، فتعالى يا باشا بقى ايه اجري معايا وانا اجري يعني، واللي يحصلني في كوره اصلا بسم الله ما شاء الله محمد شريف دخل ما بين الاثنين يعني داس على وشهم وكمل، ما فيش مشكله. طبعا برضو لازم ادي الشكر لحارس نادي غزل المحله، الراجل شال كور كتير جدا بجد، ما يعني ما شاء الله، لولا النهارده الراجل ده كان زمان النهارده غزل المحله واخده رقم محترم. وده ان ده اللي يدل على ان لعيبه الاهلي واقفه على رجليها، في انضباط عندهم، الناس مش واخده الموضوع هزار او عادي ان انا اخسر او عادي ان انا اتعادل. فلا هو الراجل عايز يفرق النهارده، بيراميدز كمان بيديله هديه النهارده بالتعادل مع المقاولين، فخلاص تمام دي فرصه جات لي جميله جدا، تعالى يا معلم مش هسيبك، يدوس كمان عشان يفرق هو، عشان لو لا قدر الله في اي وقت عنده سقط نقط تاني يبقى عنده المساحه اللي موجوده، اللي تمام مفيش مشكله. ودي حاجه كويسه. واعتقد برضو ان الاهلي بالمستوى اللي فيه الدوري اصلا كله فرق ضعيفه جدا، ما اعتقدش ان الاهلي هيسقط نقط يعني، الا قليل قوي ممكن من الفرق بس اللي هي التقيله شويه، لكن غير كده مش هلاقي، ما اعتقدش ان الاهلي هيسقط نقط. حابب ادي برضو شكر لمروان عطيه تاني، الراجل ده النهارده رمانه في وسط ملعب نادي الاهلي، الراجل بسم الله ما شاء الله 3-4 رقات الله اكبر، انا مش عايز احسده، بس راجل رايح جاي سبرنتات باص شوط كل حاجه، فما شاء الله. مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهوره، و شوف ان شاء الله الماتش الجاي، لان الماتش هيبقى مهم جدا، الماتش حلو جدا مع بيراميدز، شوف الدنيا هتروح فين في الماتش ده. ننتقل بقى للموضوع التاني اللي عندنا، تصريحات المستشار مرتضى منصور. هي بس انا عندي نقطتين عايز افهمهم. اول تصريح اللي هو بعد ما الزمالك خسر امبارح طرد الجهاز الفني وقال لهم ممنوع انهم يخشوا النادي. طب انك انت عامه تعزلهم من منصبهم ده تمام يعني مفيش مشكله منه، انت كده كده المدرب الجديد جه، كده كده الجهاز الفني اللي معاه، ودي نقطه هنتكلم عليها النقطه الثانيه. فليه تطردهم يعني من النادي، او ان هم ما يخشوش النادي تاني؟ يعني دي نقطه ملهاش علاقه بدي، انا مش فاهمها بصراحه ومحتاج منها تفسير يعني. ده الجزء الاولاني. بالنسبه بقى للجزء التاني، ان انت جايب مع المدرب عبد الواحد السيد مدير كوره اعتقد، وكابتن عبد المنصف برضو مدرب حراس. انا ما بعيبش في الراجل، بس الناس دي انا يعني كابتن عبد الواحد السيد اعتقد ان هو لو كان مدرب حراس كان هيبقى افضل، لكن ان هو مدير كوره دي غريبه عليا، الراجل ده ما مسكهاش قبل كده، انا ما شوفتش نادي هو كان ماسك فيه مدير كوره خالص. فالموضوع ده غريب جدا، انا مش فاهمها النقطه دي وليه، ومع ان كان عندك ممكن يعني انت عندك في قطاع الناشئين كابتن محمد صبري كان ممكن يمسكها، عندك كذا حد تاني يعني مش قصدي هو بس عندك كذا اسم تاني كويس ليه سيره ذاتيه قويه شويه، مش ناس لسه بادئه، انا عارف ان هي شباب وبتاع، بس يعني بنسبه كبيره صعب قوي ان الناس دي تعرف تظبط اوضه اللبس مع المدرب، لان انت عايز مدير كوره قوي
يكون ليه شخصيه مع اللعيبه، لان اللعيبه واضح انها فرطه خالص. بالنسبه لكابتن عبد المنصف، راجل طبعا يعني كابتن من كباتن نادي الزمالك، وانا ما اقدرش اقول عليه حاجه، بس ده في الكوره او ان هو لاعب، لكن وهو مدرب، ومدرب يعني هو كل اللي عمله ان هو ضرب في الاسماعيلي، والناس برضو ما كسبتش ماتش يعني. وده ما بعيبش عليه هو برضو في حاجه، ما هو كده كده الاسماعيلي برضو السنه دي سيء جدا. بس انا مش مقتنع بالنقطه دي. كان ممكن مدرب حراس اجنبي يكون افضل، دي وجهه نظري، زي ما كان مع جروس مدرب حراس اجنبي، وكان واضح قوي رتم الحراس عندك كان عالي. السنه دي رتم الحراس كلهم، حتى محمد صبحي بيقدم برضو مستوى مش افضل حاجه، بالعكس خالص. فادينا هنشوف الايام الجايه هتقول ايه برضو في الموضوع ده، واتمنى ان انا اشوف منكم انتوا تقولوا لي يعني رايكم، هل اللي عمله المستشار مع الجهاز الفني القديم ده صح ولا غلط، ورايكم عامه في الجهاز الفني الجديد كله بتاع نادي الزمالك، وايه رايكم النهارده في مباراه الاهلي، ومين اكتر لاعب عجبكم. واشوف وشكم ان شاء الله على خير في الماتش الجاي للنادي الاهلي. هستنى تعليقاتكم عامه، وهستنى ان انا اشوف رايكم عامه في التصريحات اللي اتقالت النهارده امبارح. وما تنسوش تعملوا فولو، سبسكرايب، لايك. اشوفكم على خير، وهستنى تعليقاتكم. سلام.